لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة هشتا لواني كان تفسير القرآن في رزبهم وخزمتان ومن بس رزامة رب العالمين وهي دار ما يوازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. والله خوشويستان لدواي قوم لوط كاتك واخواي قور باسي لسيدنا لوط كر عليه الصلاة والسلام لقل قومكي جا خواي قور باز لبيغمبر يشتر لبيغمبر برزكان دكا عليهم الصلاة والسلام كأويشيان شعيبة عليه الصلاة والسلام كخواي قور وكو بيغمبر رواني لاي مديني دكا يتر أويشيان بهمان شيوا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بهمان شيوا بعقيدة توحيد لقل ياندس بيدكاتا تنهى الله برسن كوا غير الله سبحانه وتعالى هيز برسرا يشتري بحق نية قد جاءتكم بينة من ربكم بينوا حجزوا بلقل لا پروردگارتان هاتية فأوفوا الكيل والميزان دي لتشيشان لبيوان دا حقي خوي بدنه ولا تبخسوا الناس أشياءهم حقي خلشي حقي اشتكاني خلشي كم مكنوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فسادي مكان لسروي زوي لدوايو كخواي قور إصلاحي كردية ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين أو باشتر لبونغو أقر بيتونغو إيمان دار بن. والله كل تفسير قاسمي دار وإلى مدين أخاهم شعيب أيوة أرسلنا إليهم تواتل لبو مدين خواي قور الشعيب روانكر وكي ابن كثير دله مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة التي بقرب معان من طريق الحجاز كواتا مدين هم قبيلة كبيرغوتري مدين هم أو شاركة تيدابون كلنزيش معانا لرقاء حجاز وهم أصحاب الأيكة هر أوانيش بمصطلح القرآن بيان غوتري أصحاب الأيكة وتخاوني باغكا كوا لزي قايد كعين بوشيوية خواي قول باس يعني كردية خواي قول شعيب لبروانكر قال يا قومي أي الذين أحب كمالهم دينا ودنيا كاتقدر يا قومي أي قوم عشيرة خزم كسي خوم بحكم ويكوا أنقو قوم عشيرة خزم كسي خوم أحب كمالهم دينا ودنيا كوات الروانجي ويكام بيم خوشة لدنيا ولدين أنقو كمال تنهبي لو بري رايكو بيكو راستو دروستيبن قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا هذه دعوة الرسل كلهم كما قدمنا كواتا وكو بيشتريش لأت كان بيشوتر خواهي قول باس لبيغمبركان تركر عليهم الصلاة والسلام بهمان شيوة شعيبيش وكو براكاني تري لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام هر همو بعقيدة التوحيد ويكتا برستي هاتينا أصلي همو قضية كان توحيدة كوا هاتينا خالشي باندك لبو التوحيد ديان ترسين لا مسألة الشرك التوابع وهروها أوانيك والدوا الشرك دين. قد جاءتكم بينة من ربكم للآن پروردگارتان بقدي تحقيق بينيك تان لبو هاتوا واتا بلقو حجزو دليل تان لو هاتيا سأكل قاسمي دلي أي ما تبين به الحق من الباطل وتبينيك واتان لو هاتيك وحق باطل بيليك زيادة بيتوا ليردا ما بستيتيا يعني دعوته وإرشاده أو دعوة إرشادك ولا سر زماني شعيب دي بيستن براست حق باطل ليك زدادة كاتو بيانا لبونغو. ومن هنا قال بعضهم هنديك لزانان دلين عنا بالبينة مجيء شعيب
هر أصلا هاتني شعيب وكو بيغمبرك بينيه وأنه لم تكن له آت إلا النبوة هيز معزيه شتري بينا تنها بيغمبراتي نبي ومن فسر البينة بالحجة والبرهان والمعجزة المحسوسة عندش لزانان بيني بتسلك دايتو بحجزو ببلغو بمعجزة شي بينراو ليشي دايتو طلع أوزانا أن ذهب إلى أن النبي لما كان يدعو إلى شرع يوجب قبوله هر بيغمبر كاتبي كوا خلشي بانك بكالب والشريعتك خلشي قبولي بكن فلا بد من دليل يعلم صدقه به لا بد بلغيش بيبي كوا بي سلميني كأو نردراي خواي كويشان معجزيش محسوسي بيبي وكو دار عصاك موسى عليه الصلاة والسلام وكو معجزاتاني كوا باخ بيغمبران هيان بوا كوا هر بيغمبر كاتبي دلين بيني بيبو كوا بريتا لمعجزيش حسي كوا خلشي إيماني بيبينن كوا بيغمبري خواي قال إن معجزة شعيب لم تذكر في القرآن والله أنت مش هذا إلا القرآن بيروز باس لمعجزات كان شعيب نكرايا وليست كل آيات الأنبياء مذكور في القرآن والله خو أوج بلقني لبروي هم معجزات كان بيغمبران لقرآن بيروز باز نكرايا ولا يخفى أن البين أعم من المعجزة بعرفهم كواتا بينا زور فراوان ترى أو لفظة تنها لبو معجزية محسوس كوا بتساوي بيندري فكل من أبطلت شبهة ضلالة وأظهرت له حجة فكل من أبطلت شبهة ضلالة هر كسيك لبي باوران أجر بيتو بلغيك هندرا لبوي كوا أو قمانيك أو بيقم راب وباطل بو وأظهرت له حجة الحق الذي يدعى إليه وهروها بو بلغيا أو حقي لبو بديار كلبوي بان دكري فقد جاءته البينة أو بيني بيجيشت لأن حقت البينة كل ما يبين الحق واتلير دا أو بينيه معجزيش محسوس بو يعني هاتيني أو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو شريعتي بيتي وبو عقيدي كبيتي أو معجزة كيتي أو بينك مهم بيني بيبوا همو بيغمبرانش بينان بيبوا وكلما عاش تفكر ضلي قد جاءتكم بينة من ربكم لقد ظهر لي أن المراد بكلمة بينة هنا لبون بديار أو بيني كلير دا شعيب باسدك عليه الصلاة والسلام لبو قومكي ما أنزل الله عز وجل على شعيب عليه السلام من آيات الكتاب واتلي بينك أو بوا آياتكاني أو كتابي بو كبيبوا كاتك وخلشي بيبان كذا الذي اشتمل على رسالات الله التي كان يبلغهم إياها تباعا أو آتاني كتاب كيبو كوا يقلد ويك بيان رادقيني وما آتاه من آيات تدل على أنه رسول من ربه لهم مؤيدا بما يثبت نبوته ورسالته وهذا باقي معجزات ديك كوا هم بيغمبرك بيبو تأييدي دك لا أخواي يقولوا كوا بيغمبر إخوة إتر بين فعلا أو بلقوا آتاني كوام وكو معجزة خواي يقول بهم بيغمبر يقدر بخشتها وكو خلشي قناعات بين كوا بيغمبر خوايا وهروا أو الشريعة كتابي كبيتي يترآت كتابة كانش هر همو يبينه كتابة كان خواي يقول همو يبينه وبلقوا دليله كاتي كوا بان جان دكالبو أو كوا حق وباطل ليك زيابي توا وكلا قاسمي وقد دلت الآيات هذه على أن شعيب عليه السلام دعاهم إلى التوحيد والشرائع على ما جرت به عادة الرسل يترأواتان جبال قن لسروي كوا شعيبش عليه الصلاة والسلام وكو باقي بيغمبر عندك بان جاء لبو عقيدة التوحيد ولبو شريعة باكي يتلدواء وبيان دفن فأوفوا الكيل والميزان أي فاتموهما للناس بإعطاء الحقوق كواتا لتشيشان وبيواندا حقي خلشي بتواتي بدن وكل ما عايش تفكر ضلي كيل وميزان سيد كيل مصدري كاليا طلع وكو دالغوتري كال الحب كيلا ومكالا حب دانويلا عتن كيل دكريتن دبيوري إذا تعرف على مقدار بالمكيال وهو بيعان معروف بين الناس مقدار ما يستوعب تكال به الأشياء التي توضع فيه من حبوب عتن كيل يأخذ مكيال وكو بيشان كبابنين بربقن مجويان دفروش بابنين وكو تنكيك ياخذ وكو هر شتيش كحزميشي هبو او حزمانتي ذاك او زب خوي مقداركي معروف بو مثلا او تنكيا لو فرضنا 15 كيلو دغري ياخذ هر شي وازش
ڕابنێن نیو بەرمیلێک شتێک بوو کەوا پێی بپێورێ بە حەجم پێی کەیل یاخود مکیال کە پێشترێ زیاتر مەسەلەی گەرم و جۆ و دانەوێڵە زیاتر بەڕبە و بەوانە دەپیورە ئیتر ئەوە پێگوترێت کەیل میزانیش دیارە ئالەت لە توزن بێ الأشياء ئەو میزان و تەرازوش هەممان دەزانکەوە ئالەتێکە کە دوو تای هەیە لە تایەکی مەوادەکە دانرێت لە مقابلەکەی چیلۆ دادنێزە یەک دووە هەتاوەکەەوە چیلۆیکەوە دەتەوێت بیپی یاخود ئەو جیهازە ئەلکترۆنیانە کە ئێستا هاتی عینی دەچێشکەوە چەند چیلۆ ئەوە هەم پێگوترێ میزان و تەرازوو ئیتر لە بە هەر وەسیلەیەک دەیپیون حەقی خۆی بدەنێ ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم حقوقهم وتحقي خلشي مخون خيانتيان لقل مكان وكمي مكان ولا اشتكانيان فلا تخونوا الناس في أموالهم خيانتيان لقل مكان لماليان وتأخذوها على وجه البخس كواتا حقي خلشي مخون بويكو عليها نقصام كان وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا كواتا حقي خلشي مخون لبيوان لترازودا هنديشي لكم كانوا بدزنو حقي خلشي كم بكنوا وكل تندين زي قاعد كخواي قالوا ويباسك لبون منا لسورة المطفين ويل للمطففين ويل للمطففين كواتا وويلا لبواني كوا لا تشيشان ولا بيوان ولا كرين وفروشتن خيانة دكن يتر بوشوية أو قوم مبتلى بون زياتر بو قضية لدواي قضية كفر وشرك مبتلى بون بخيانة كردن لكرين ولا فروشتن ولا تشيشان ولا بيوان دا خواي قول سبحانه وتعالى سر زماني شعيب عليه الصلاة والسلام زياتر لدواي قضية توحيد بنزل سر برينكيان دادن كوا آقادار بن خيانة مكان لكرين ولا فروشتن شتي خلشيش بكم مزانا وكو قال القاضي وإنما قال أشياءهم للتعميم ولا تبخسوا الناس أشياء قدر قيمة اشتي خلشي كم مكنوا بعامش فرمويت اشتكانا للتعميم تنبيها على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير كواتا بعام لاشتي كم زور أوان خيانتي عند كردو لقيمتي اشتي خلشيان دهنا خواري والنهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء كواتا دفرمي فأوفوا الكيل والميزان حققي بدني ولا تبخسوا الناس أشياءهم لشمتش خلشي شد كم مكانوا فقيل في فائدة التصريح بالمنهي عن بيان لقبحه كواتا أوفوا الكيل والميزان وتحققي بدني بلام دوا دفرمي قدر قيمة اشتخلشيش كم مكانوا كواتا زياتر بيان دكالة بومان كوا بهيج شيء ويك دبي حققي بدني لاشتخلشي كم مكانوا وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله تعالى ولا تبخسوا الآية قال أي لا تسموا لهم شيء وتعطوا لهم غير ذلك سبحان الله بونو عش ليك دريتو ولا تبخسوا الناس أشياءهم دليل وصف اشتيق ما كان له خلشي بحساب أوت بيدا فرشون بو باري لدواتريش تشكي بدي غيري أو كوا عرضت كردبو وتأوش زورك لفيل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تفسدوا في الأرض أي بالكفر والظلم فسادي ما كان لصروي زي بكفر وبظلم كردن بعد إصلاحها أي بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون بشرائعهم كواتا لدوائي وكوا أخوي يقول له سردستي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام لسردستي بيو صالحان أو زاوية إصلاح كردية بو شريعتي كبي روان كردين لازمني وانش طبعا بو شريعتي كوا فرمان دكاتا لبيوان ولا تشيشان ولا كرين وفروشتن حق وعدالة من بيش شويك خيانة مكان وكل معارج دالي ويظهر أن قوم شعيب عليه السلام كان في عدوانهم على عباد الله لإخضاعهم لأوامرهم ونواهيهم وسلبهم أموالهم يخربون بيوتهم ويتلفون مزارعهم وبساتينهم كواتا بيدسي أو قوما كوا قوم شعيب عليه الصلاة والسلام دفرن بيدسي أو قوما لتعدى كردنيا لسربندكاني خوا واتكار بدستكاني لتعدى كردنيا لو ملتيك ولا جردستيان بون هم بعمل لكرين ولا فروشتن ظلمي على ذكردن هم ما لكانوا مزرعته تشالقا كان خراب ذكردن وان لذكردن كوا ويجعلون مصانعهم وطرقاتهم وجسورهم غير صالحين فاعل سبحان الله اوي كوا زيغاي تصاوبو كوا بربوميه شي هبل بو ملته هميان تيكو بيك ددا هميان فساد ذكرد وايل ذات كوا زيغاي تصاو نبي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاح ديار كوا شد
نفع بدا بەڵام ئیفساد ئەوەیەکەوە ئەو شتەوالێ بکەی هیچ نەفعی نەبێ و کاولی بکەی وێرانی بکەی. ومن آثار الإفساد في الأرض ونشر المنكرات والمعاصي في المجتمع البشري يتلا آثار الشينواري فساد كردن لسر روي زبيو وبلاو كردنوي منكرات وقناه التاوان لنا مجتمع انتشار المهلكات لنتيجي أو كوا قناه التاوان بلاو ذكرتو عاتنا لسر دست السر كردكانو قورة بياواني هر قوميك لنتيجي أو كوا خراپەکاری بڵاو دەکەنەوە تەشجیعی خراپەکاری و گوناه و تاوان دەکەن انتشار المهلكة لە نەتیجەدا ئەوەی کەوا خەڵک پێی لەناو دەچی بڵاو دەبیتەوە لە ئەنواعی نەخۆشی لە ئەنواعی مەشاکل لە ئەنواعی فتن کەوا لە نەتیجەی طبیعیەوە کە سونەتی خوای گەورە کاتی کەوا گوناه و تاوان زۆر بوو ئەو شتانەش عاقبەتی ئەو خەڵکەی سەرنجامیان بەرەو فتن و بەرەو مەشاکل و بەرەو نەخۆشی و بەرەو دەردەسەری و بەرەو ناخۆشی دەڕواتن و خاپەنامەندە. دیارە لە ئاتەکان شتی ترمە باسی بکەین بەڵام لەبەرتەوابوونی کات دەوەستین بە پشتیوان رب العالمین لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.